السلام عليكم ورحمة الله. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنفرز مع بعضنا الملوخية، بما ان احنا في موسم الصيف الملوخية كتير. هنفرزها وتطلع باذن الله خضراء من السنة للسنة، هتقعد معاكي من السنة للسنة. انتوا عارفين الملوخية اللي بنجيبها في الشتاء بتبقى كلها في الجذور كلها، طينة، مبتبقاش طبعا حلوة زي الملوخية بتاعت الصيف. انا معايا 2 كيلو هنا ملوخية غسلاهم لغاية ما خليت المية بتاعتهم بيضة زي الشفاف، مرة واثنين وثلاثة وخمسة لغاية المية بتكون نضيفة. يلا نبتدي ونعمل مع بعضنا الملوخية. يلا نبدأ مع بعضنا نفرز الملوخية، نشوف هنعملها ازاي. انا معايا مية سخنة ومعايا هنا مية تلج. هبتدي احط الملوخية في المية السخنة، مش السخنة قوي. كده وهطلعها من المية السخنة في المية الساقعة، هعمل لها صدمة عشان تحتفظ باللون بتاعها. صفي كده حضراتكم، احط في المية لما تلج اعمل لها صدمة. واكرر العملية تاني. طلعتها من المية السخنة حطيتها في المية تلج عملت لها صدمة. وهكذا احط برضك مرة تاني. انا خلاص عملت الملوخية بتاعتي صدمة، احطها في الكب حضراتكم زي ما انتوا كده شايفين. ومعايا هنا المية بتاعت السليق عشان ازود بيها. معايا مية السليق هزود بيها الكبة عشان الملوخية تمشي في الكبة على طول. انا دلوقتي هشغل عليها الكبة. حطيت معلقة، ربع معلقة بيكربونات الصوديوم عشان تحافظ على لون الملوخية بتاعتنا. دلوقتي هعبيها. انا خلاص عبيت الملوخيه، طلعوا 3 اكياس. محبش اجيب اكتر من كده عشان ما اطولش الفيديو عليكم. يلا الحقوا انتوا بقى واشتروا الملوخيه دلوقتي، عشان انتوا عارفين الملوخيه الحلوه هي في فصل الصيف، وانتوا عارفين الملوخيه بتاعت الشتاء مش كويسه. وبدل طبعا ما تخرطوا بالمخرطه، ده طريقه سهله بسيطه. لو جبتي 3 كيلو 5 كيلو هتعمليها في ثواني، مش هتاخد معاكي دقايق خالص. كل الحكايه كلها على بعضها مش هتاخد ربع ساعه بسلقها. وكفايه ان هي ايه معموله جاهزه، هتاخدي من التلاجة على الحله على طول. بس لما تيجي تطبخوها حاولوا ما تكتروش الشوربه، عشان هي ايه متبقاش، هي بتبقى فيها تلج، بتبقى فيها تلج جامده. الجمدان ده بيبقى فيها تلج، نسبه تلج، فتقللوا الشوربه شويه. يا رب اكون افدتكم حتى لو 1%. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير والاشتراك في القناه. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.